رسميا الاهلي يتعاقد مع القندوس مهاجم نادي وفاق ستيف وهداف الدوري الجزائري، وهو ما بيلعبش كمان مهاجم بس، لعب 25 ماتش سي دي ام نص ملعب مدافع، ولعب 35 ماتش بلاي ميكر، ولعب هاف رايت، ولعب هاف ليفت، لعب في كل المراكز، كان ناقص يقف جون بس. غير ان هو لاعب دولي، وهو دلوقتي سمع منتخب الجزائر في بطولة افريقيا للمحليين. ده غير ان هو كمان بينضم للمنتخب الاول اللي هو فيه اساسا اساطير ونجوم في كرة القدم. شايف ان موسم الصفقات في الشتاء ده واحد من اقوى مواسم الصفقات اخر 10 سنين تقريبا. لما تجيب خالد عبد الفتاح لاعب كويس جدا، يديك مساك ويديك باك يمين، وتجيب مروان عطيه لاعب نص ملعب، والله يا جماعه اللاعب ده جبار عالمي، اتقالوا عليه حبه بس. لا كريستو اللي هو تقريبا الموهبه التونسيه الاولى اللي بيتنبؤوا له بمستقبل ملوش حل، وهو لعيب جامد جدا، وينهيها كمان بمهاجم جامد جدا. فلا لا 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 شابوه الخطيب الصراحه، عوض كل اللي حصل في الصيف. تعمل الانديه خلاص كمان يومين، يا رب اكرم الاهلي، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان تقدر تعمل